السلام عليكم وعدنا لكم من جديد. الموضوع اللي شاغل المجتمع الآن اللي هو لعبة البوكيمون. راح أعطيكم فكرة عن هذه اللعبة اللي ما يعرفها. شوي لو سمحت، شوي بس على كبوتك. هو أنا أعتبر هذه اللعبة هي أذكى لعبة لأنها جاسوس. أول شيء توفر فلوس على الناس اللي تبي تتجسس على بلادنا. أنت لما تدخل على جوجل ماب تقدر تشوف الشوارع وتقدر تشوف الصور. جوجل ماب وجوجل تدفع مليارات على هذه الصور. يعني شركة جوجل توظف ناس بسيارات يمشون يصورون الشوارع عشان يقدروا يسوون جوجل ماب وتقدر تشوف العناوين والشوارع والدقة هذه كلها. السؤال المهم، لما احنا دخلنا البوكيمون هذه بيوتنا وقاعدين نصور داخل بيوتنا وفي الشوارع وفي الحواري، الصور وين تروح؟ اول شيء هم يعرفون موقعك، يعني يحددون موقعك، يعني هذه الصورة وين تصورت. ثاني شيء الصور كلها تنحفظ عندهم في سيرفراتهم. طيب مين المستفيد؟ المستفيد يقدرون يجمعون داتا يبيعونها مثلا على جوجل اللي هي صور الشوارع على الشركات المستفيدة مثلا. وأيضا يتمكن الغرب من معرفة أدق تفاصيل حوارينا وبيوتنا بدون ما يدفع فلوس للجواسيس. يعني لا تخاف يوم أنت تصور في البيت مثلا تصور أختك وتقول إن الشركة راح تفضحكم. لا هم ما يفكرون بهذه السوالف، فكرهم أبعد بكثير. يعني سين من الدول تبغى معلومة عن مكان فلاني في مدينة فلانية، بدل ما ترسل جاسوس ويصور لها ويتأكد، أنت تخدمهم. يعني كل واحد نزل هذه اللعبة أصبح جاسوس لهم وقاعد يخدمهم ويصور لهم. وهم على فكرة يخلوه يروح يمين ويسار عن طريق الخريطة. يعني يبغون يعرفون تفاصيل معينة عن مكان معين، يحطوا لك البوكيمون في هذاك المكان وأنت ما شاء الله عليك تروح تصور لهم. الله يجزاك خير. هم قادرين على معرفة خرائط دولنا عن طريق الأقمار الصناعية، بس يشوفونها من فوق، ما هم قادرين يشوفوها من تحت. الآن صار من فوق ومن تحت. أول شيء أنصح إخواننا اللي يشتغلون في أماكن حساسة في الدولة، عسكرية أو قطاعات أخرى، لا تستخدموا هذه اللعبة أرجوكم. وأتمنى من الخبراء مراجعة كلامي والتأكد ومنع هذه اللعبة لأنها خطر. والله صرنا في خطر غريب. خير عمي كرتنا طايحة عندكم. وانتم ما تخلصون من هالسالفة. شو اسوي عمي؟ الخدامة شاتتها حيل يلا روح خذها يلا. مشكور عمي. حياك الله. نعم. خالتي في بوكيمون عندكم بسيطة. ما زعجتونا انتو؟ هني. يلا بسرعة ادخل. صدت خالتي. يس. مشكور خالتي. تقريبا قبل 8 شهور أنا تكلمت وموجود الفيديو في اليوتيوب على نفس الموضوع بالنسبة للسناب شات، إنه الصور كلها تنحفظ وتروح أماكن معينة. وأكبر دليل الحادثة الأخيرة اللي صارت في أمريكا، التفجير، وجابوا كل السنابات اللي تصورت في هذا الوقت وفي هذا المكان. في ناس تقول أنت ما تشوف تصوير، أنت تشوف خريطة، بس لما تبي تصيد البوكيمون يبدأ التصوير. طب أنت وش عرفك إنه ما قاعد يصور الحين؟ إذا تم اختراق اللابتوب حقك أو جوالك وانفتحت الكاميرا، هل أنت راح تعرف؟ ما راح يظهر عندك ولا راح يبان. هذه كلها برامج تجسس. في الختام أنا واجبي أني أعطيكم الصح والغلط وأحلل الموضوع من الناحية التقنية. اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد وأنتم أحرار. بخصوص اللي يقول اللعبة لسه ما نزلت على أبل ستور العربي، بقولكم شيء، أي لعبة جديدة أو أي برنامج جديد ينزل بالتدريج. طبعا في أسباب تقنية لهذا الموضوع وأشياء كثيرة يصعب أني أنا قاعد أشرح لكم إياها الحين ب50 سنابة وأفهمكم شيء ما أنتم فاهمينه. لو تلاحظون تحديثات السناب شات والانستغرام دائما تنزل بالتدريج. ليش؟ هذه كلها عشان ما تسوي كراش في السيرفر، عشان يستوعب السيرفر الضغط. طبعا اكيد لما سووا هذه اللعبه ما توقعوا في هذا الاقبال، توقعوا عدد محدد. مثلا لما لقوا الاقبال كبير راح يزودوا سيرفرات ويكبروا السيرفرات.